أهلا بيكم في نوديو أسم. أنا أسم، هعمل لكم عيش اقتصادي جدا ومكوناته موجودة في أي بيت وحجمه بيبقى صغير، فبيبقى ظريف جدا في الساندوتشات. مكوناته نص كيلو من الدقيق منخول. مهم جدا بقى إننا ننخل الدقيق، ودي الخطوة المهمة اللي بنقولها في كل المخبوزات بتاعتنا. 100 مللي من الزيت ومعلقة كبيرة من الخل، والمية على حسب ما تاخد العجينة معانا من 150 ل 250 مللي. عايزينها عجينة تكون لينة وطرية. أول حاجة هنضيف الملح على الدقيق ونقلبهم مع بعض كويس. بعدها بنضيف باقي المكونات الجافة، الخميرة والسكر. نضيف 100 مللي من الزيت وعليه الخل والمية شوية شوية لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. بعد ما جمعنا الدقيق مع السوائل بنعجن العجينة كويس لحد ما تتماسك معانا وما تلزقش. ده القوام اللي احنا عايزينه، ان العجينة تكون طرية معانا. ندهن البولة بالزيت، هنغطيها ونسيب العجينة تخمر لحد ما حجمها يتضاعف. ده شكلها بعد ما خمرت. نقسمها لأحجام متساوية. حجم القطعة الواحدة 80 جرام. لما نشكلهم نبتدي بأول كرة كورناها وهكذا. هندهن طبق الخبز بالزيت أو نحط ورق زبدة ونرص العيش. هنغطيه ونسيبه يخمر لمدة نص ساعة على حسب درجة حرارة المكان. بعد ما اختمر معانا بندهن الوش ببيضة مخفوقة خففناها بالمية أو لبن، ونرش حبة البركة والسمسم على الوش. نسخن الفرن قبلها بربع ساعة على 190، وأول ما ياخد لون من تحت نفتح الشواية ياخد لون من فوق. بعد ما يخرج بنغطيه بفوطة ونسيبه يبرد. بجد رغم مكوناته البسيطة بيبقى ناجح جدا وبيبقى رائع في الساندوتشات. نحشيه زي ما احنا عايزين. احنا هنا بقى حشينا واحد بالجبنة والتاني بالكفتة، والكفتة دي ان شاء الله هنزلها الفيديو اللي جاي. طريقتها برضو سهلة وبسيطة جدا. لحد هنا بقى وصفتنا خلصت، بس ان شاء الله وصفاتنا اللي جاية مش هتخلص. لو اول مرة تشوفونا فعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، واستنونا في وصفة جديدة مع نوديو أسم. بالهنا.